بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم. الزول في اللون خوتي خواتاتي في قناتكم حلويات إليانا كاطو. كما شفتوا خواتاتي في العنوان، الطريقه الجديده اللي استعملوها اصحاب المحلات للربح بعد ارتفاع اسعار المواد الغذائيه. خواتاتي مؤخرا شريت كرواسون، لاحظت بلي الحجم تاعو راهو صغير، وشريت علبة تاع لي بات، ولاحظت بلي ما لاحظتش يعني صراحةً، شريتها بنفس الثمن، لكن كي بديت نشوف في ديك الشكيورة تاعها لقيت 450 غرام بدل من 500 غرام. وهنايا هذه يعيطوا لها، هذا راهي علم راهو يدرس، يعيطوا له الماركتينغ. هذا هو علم، يعني هما ينقصوا في الوزن تاع المنتوج، ولكن يبقى الثمن نفسه. لماذا؟ باش ما يهربش منه المشتري. راكم عارفين بلي المشتري غير يصيب الحاجه زادت يبدا يبعد عليها وما يشريهاش بكثره. هذه الطريقه الان اصحاب المحلات تاعنا راهم يديروها، راهم يصغروا في الميزان تاع كل شيء. شوفوا ما من المطلوع، الجماعه اللي يشروا المطلوع ثاني راهو بداو يصغر، يعني كانوا يديروه 100 غرام دركا يستخدموا 80 غرام للحبه تاع المطلوع. وهذا كامل لماذا؟ باش يبقى الثمن نفسه، ما يزيدوش في الثمن، وباش المشتري يشري، باسكو المشتري غير يشوف بلي الثمن زاد يعني يعزف عن الشراء. في هذه الحالة، هذه هي الطريقة الجديدة المستعملة خواتاتي. ماشي حرام ولا ماهيش سرقة، إنما هو يعني هو أسلوب تجاري جديد باش ما يزيدش فقط في الثمن، وباش يكون عنده المشتري يبقى يشري، وهو ثاني يكون عنده هامش من الربح في الحاجة اللي راهو يخدمها. إن شاء الله نكون خواتاتي فتكم ولو بالقليل. إن شاء الله كل ما تكون عندي معلومات جديدة ولا تدبيرة وتحبيرة نفيدكم بهم. ماذا بيا نجيب لكم حاجة تفيدكم. نقول لك حبيبتي دمتي متألقة، جاكم لهنا التلويث، أرتي مني نيت.